السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ العائلة. جبت لكم اليوم واحد الوصفة ديال الكاطو نتاع الكوك. كما كتلاحظوا كيجي رائع، كيجي بنين بزاف وهشيش. نتمنى تجربوا هاد الوصفات وما تنساونيش كما ديما بالاشتراك والدعم وتبارطاجيوها مع العائلة والأصدقاء. ومبروك عواشركم، يدخل عليكم إن شاء الله عيد الفطر بالصحة والهنا إن شاء الله، ويا ربي يتقبل الصيام ديالنا، ونتمنى ربي كاع اللي يتمنى شي حاجة ربي يوفق حاله في هذا النهار إن شاء الله. فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. في إناء غادي نضيف 10 تاع البيضات كما كتلاحظوا. غادي ندير واحد الكمية اللي هي كثيرة، واللي بغى يدير نصف الكمية يدير غير 5 تاع البيضات. كما كتلاحظوا انا درت 10 تاع البيضات عفوا. وغادي ندير 4 تاع لي ساشين تاع الفاني، وغادي ندير 3 تاع الكيسان تاع السكر سنيده. واللي بغى الحلاوه اكثر يقدر يدير 4. انا نقصت شويه في الحلاوه درت 3. وغادي نحك شويه تاع قشور تاع الليمون كما كتلاحظوا، كندير غير القشره الفوقانيه. هذه الحلوه التقليديه ديالنا اللي كتبغي كاع الناس كيبغيوها كبار وصغار. صراحه كلشي كيبغي هذا الكاطو هذا الحلوه هذه. كما شفتوا درت واحد الملعقه كبيره ديال الكونفيتير، وكتخلطوا هذا البيض مزيان مع داك السكر باش يجيو داك السكر بطبيعه الحال. ضربوه مزيان بيديكم. غادي نضيف 4 تاع كيسان تاع الزيت كما شفتوا. درت في الكاس ودرت هنا في الغرفيه اللي عبرت فيها 3 تاع الكيسان. وكاس الرابع عمرته في الكاس تاع العنبه كما كتلاحظوا. وكنخلط مزيان، كتدخلوا داك الزيت مع البيض صافي. غادي نضيف الفارينه كما شفتوا. ضفت صينيه الزلافه الاولى، وغادي نضيف الزوجه. كل زلافه كتوزن 2 كيسان تاع العنبه. وغادي ندير لي ساشين تاع الفاني. درت 3 تاع لي ساشين تاع الفاني بفئه 8 غرام، وإلا كانت عندكم هذيك اللي فيها 7 غرام ديروا 4. صافي تبقاو تخلطوها هكا مزيان بالطريقه هذه باش يتجمع لكم كامل. وهاد العجينه هذه ما ديروهاش قاصحه بحال الصابلي، كتجي هي شويه جاريه. شحال ما جا الخليط شويه جاري كتجي الحلوه ديالكم رطبه وكتجي زوينه في المذاق تاعها، كيجي بنين. كما شفتوا درت 2 فرافي اللي هما 4 تاع الكيسان، وغادي نزيد غرفيه ثالثه. نبقاو ندخلوها هكا مزيان. ما كتعرفوا الكاطو كما كان داير ما كيدلكش، غير كيتجمع هكا بصبعينا وصافي. غادي نزيد الغرفيه الرابعه، غادي نضيف غير شويه بشويه. كما قلت لكم العجينه ما خاصهاش تجي قاصحه، تكون مطلوقه صافي. انا ضفت ديك الرابعه ما ضفتهاش كامله، وكنحصل على هذا الخليط هذا كما كتلاحظوا.
صافي. وكنبقى الا ما بغيتوش يلصق لكم تقدروا تدهنوا شويه بالزيت. انا ما دهنت لا بزيت لا والو، غير هكا مباشره. هكا نكور هكا بيديا كما كتلاحظوا. وكديروه في واحد الكاغط نتاع الفران، وديروه مباشره في الصينيه. والفران تكونوا شاعلين عليه من تحت يسخن شويه، عاد تدخلوا الصينيه تاع الحلوى ديالكم الفران. غادي نكمل هاد التشكيله هذه كامله، هاد العجينه اللي باقيات لي. ومن بعد ما طاب كما كتلاحظوا ما تحمروش بزاف. انايا حمرته في شويه، فات لي شويه طياب. هو شحال ما جا شويه بيض كيجي زوين في المنظر ديالو. مباشره هو حامي، يعني غير تكملوا تساليو الطياب تاع الكاطو نتاعكم صافي. ديروا هذا الكونفيتير هذا اللي كيكون جاري، ولا كان عندكم شويه قاصح ديروا فيه شويه تاع ما زهر صافي، وترميوه في فنوات كوكو بالطريقه هذه. شحال ما تشرب لكم الكونفيتير هو كيجي هذاك الكونفيتير هو اللي كيرطب ديك ريشبون ديالنا، كيخليها كتجي رطبه وبنينه. تحاولوا تقلعوا داك الزائد ديال الكونفيتير كما كتلاحظوا باش ما يضيعلكمش الكوك ديالكم. صافي مباشره ديروا في طبق التقديم بهذه الطريقه هذه. كيجي رطب بزاف هذا الكاطو هذا، كيجي بنين صراحه. وهذا هو الشكل ديالو بعد ما كملت كامل. عطاني واحد الكميه اللي هي كثيره، عطاتني شي 3 كيلو عبار. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكما قلت لكم ما تنساونيش بالاشتراك والدعم. غادي تشوفوها كي كتجي رطبه، غادي نهرسها معكم بهذه الطريقه هذه. شوفوا كتجي رطبه بزاف، كتذوب في الفم صراحه، كتجي زوينه بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وفي وصفة أخرى إن شاء الله.